ما نزلتش قبل كده مع واحد صاحبك في اوضه وانتم مسافرين وبعد يوم مرهق وسفر طويل جيتوا تناموا وبعدها بنص ساعه سمعت صوت شخير طير النوم من عينيك؟ طب ايه سبب الموضوع ده؟ هي الناس بتشخر ليه؟ وهل موضوع الشخير ده عنده مشكله اكتر من كونه مزعج؟ صوت الشخير ده بيطلع من الجهاز التنفسي اللي هو مبطن بأنسجة لينة. أثناء النوم العضلات المحيطة بالأنسجة دي بيحصل لها ارتخاء وده بدوره بيضيق مجرى الهواء، ومع عوامل تانية بقى زي الوضعية اللي انت نايم بيها أو لو عندك احتقان في الجيوب الأنفية مثلا، ده بيزود مدى ضيق مجرى التنفس وانت نايم ويخلي صوت الشخير أعلى وأقوى. كل ما كان مجرى الهواء ضيق كل ما كان تدفق الهواء أقوى، وده بدوره هيزود الأنسجة المرتخية دي إن هي تهتز بصورة أقوى، والمحصلة في الآخر صوت الشخير اللي انت سمعته. كلنا عرضة ان احنا نشخر واحنا نايمين عادي، لكن الشخير المزمن وبصوت اقوى من العادي ده واحد من اضطرابات النوم المعروفة بانقطاع التنفس الانسدادي النومي obstructive sleep apnea. النوع ده من الاضطراب النومي بيصيب حوالي ربع البالغين، واللي 80% منهم ما بيبقاش عارف ان هو اصلا بيشخر. بس الموضوع ده على فكرة مش سهل، يعني هو مش فكرته ان هو مزعج بس، لا الموضوع اخطر من كده. الموضوع ممكن يسبب مشاكل في القلب وفي الاوعية الدموية. زي ما قلت لك ان الموضوع ده بيحصل بسبب انسداد مجرى الهواء، يعني ده بيخلي فيه انقطاع مؤقت للتنفس وانت نايم وانت مش حاسس. في نوع تاني من انقطاع التنفس المعروف باسم Central Sleep Apnea، انقطاع التنفس النومي المركزي، وده بيحصل لما الدماغ بيفشل مؤقتا في عملية تنظيم التنفس. بس الحمد لله الحالة دي مش واسعة الانتشار قوي. طب ليه برضو موضوع الشخير ده خطر؟ لو انت مصاب بالموضوع ده ممكن تتوقف عن التنفس وانت نايم لمدة 10 ثواني او اكتر قبل ما تصحى ومش هتبقى عارف ده، وده سبب صوت الشخير المفاجئ او صوت الاختناق اللي ممكن تسمعه جنب حد لسه نايم، وده بيحصل تقريبا في المتوسط 5 مرات في الساعة، بس في الحالات الشديدة ممكن يوصل ل 30 مرة في الساعة. ده بقى خطورته ان جسمك وباقي الانسجه بتاخد قدر قليل خالص من الاكسجين، ولما الاكسجين يقل في جسمك دماغك هتبتدي تفرز الهرمونات اللي بتفرزها لما بتتوتر او تحس ان هي معرضه لخطر زي الكورتيزول، وتروح اوعيتك الدمويه تنقبض اكتر عشان توصل الدم اللي فيه الاكسجين لاعضائك، وده مع الوقت بيزود ضغط دمك واجهاد قلبك، وده هيسبب خطورة ان ضغطك يرفع وبالتالي مشاكل القلب هتزيد عندك. من الناحية التانية بقى انقطاع التنفس ده هيسبب لك صداع، اجهاد، وقلة تركيز وتعب مزمن. طب ايه اصلا اللي ممكن يخلينا عرضة لحاجة زي كده؟ من الناحية التشريحية ممكن يجي لملامح كبيرة في الحجم زي الألسنة الكبيرة، الرقبة التخينة، الفكين الصغيرين. ممكن كل الحاجات دي تخلي الناس اكتر عرضة للموضوع ده. تقدم العمر وكبار السن برضو معرضين للموضوع ده اكتر، لانه مع تقدم السن الانسجه اللينه اللي بتبطن جهازك التنفسي اللي حكيت لك عنها في الاول بترتخي اكتر، وبالتالي مجرى التنفس بيضيق اكتر. شرب الكحول قبل النوم لانه برضو بيعمل ارتخاء في عضلات الحلق والفك. وطبعا واحد من اهم الاسباب في الموضوع ده هو زياده الوزن، لان الدهون اللي بتتراكم حوالين الرقبه بتضيق مجرى الهواء. معظم الباحثين والعلماء المهتمين بالموضوع ده بيشوفوا ان الحل الاول والانسب هو انك تخس او تخف وزنك، وباقي الحلول زي انك مثلا لو بتشرب كحول قبل ما تنام تبطله، وانك تنام وانت رافع راسك على مخده عاليه شويه، او انك تتجنب النوم على ظهرك. وفي كمان اجهزه حاليه موجوده لعلاج الموضوع ده زي السي باب ماشين اللي بتحافظ على مجرى الهواء مفتوح من خلال ان هي توفر تيار مستمر من الهواء المضغوط. مما لا شك فيه ان الشخير موضوع سخيف، بس الشخير الشديد لازم تروح له الدكتور. وسواء بتشخر او مش بتشخر، لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير وسبسكرايب للشانل عشان تشوف كل الفيديوز الجايه.